اهلا بيكم. لو سالنا اي حد ايه هو العدو الاول للاسنان والضروس هيجاوب اجابه طبيعيه جدا ويقول التسوس. انا عايز اعرفك ان في حاجات وعادات انت بتعملها يوميا من غير ما تاخد بالك ممكن تدمر بل وبتدمر الاسنان اكتر من التسوس نفسه. العادات دي انت فاكرها حاجات عاديه لكنها في الحقيقه بتدمر الاسنان على المدى البعيد بل وفي حالات كتيره على المدى القريب كمان. النهارده ومع بعض على قناتنا اسنان اونلاين هنتكلم عن بعض العادات اليوميه اللي ممكن نكون بنعملها وبتاثر تأثير سلبي على اللثة والأسنان، وممكن التأثير ده يكون تأثير فوري كمان أو على المدى البعيد. العادات دي بتأثر على الأسنان ممكن من غير وجع، من غير ما تحس بألم في الأسنان، بدون أي سابق إنذار ليها. مش بتديك إنذار إنها هتأثر على أسنانك، بس تأثيرها على الأسنان سلبي جدا بعد كده. لو عاوز تحافظ على أسنانك أطول وقت ممكن، الحلقة دي مهمة جدا ليك، كمل معايا. عايزين نتفق ان مش كل مشاكل الاسنان بتيجي من ورا انك انت مش بتنظف اسنانك بفرشه ومعجون او مش بتنظف اسنانك كويس بصفه عامه. لا، التاثير السلبي على الاسنان ممكن يجي من بعض السلوكيات الغلط. السلوكيات الغلط دي اللي انت لو كملت فيها ولا افضل معجون ولا اشهر دكتور اسنان ممكن ينقذك من مدى تاثيرها السلبي على الاسنان. كمل معايا الفيديو للاخر وهتعرف ايه هي العادات دي، وشوف انت بتعمل اي عاده منهم ولا لا، وحاول تتغلب عليها. وما تنساش تعمل طبعا لايك وكومنت وشير للحلقه وتشيرها لكل اصحابك وحبايبك. يلا فنجان قهوتك ويلا بينا. انا معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. أول عادة سلبية بنعملها وبتأثر على الأسنان سلبيا هي فتح أي حاجة بأسناننا. كيس شيبسي، غطاء إزازة، عادة مشهورة جدا وكتير مننا بيعملها. فتح الأكياس بالأسنان أو فتح الأزايز بالأسنان عادة للأسف هي كانت قديمة وللأسف إحنا لسه بنشوفها لحد الآن. ليه؟ لأن أغلب الناس تقول لك الحركة دي أصلها سريعة جدا، هتنجزني، أنا لسه هدور على مقص أفتح بيه ولا أداة في المطبخ أفتح بيها الإزازة ديت. أنا أصلا أسناني قوية جدا وهعرف أستخدمها وأفتح الحاجة ديت، وبعدين انا عملت الحاجه دي 1000 مره قبل كده وما حصليش حاجه في اسناني عادي يعني. بس الحقيقه واللي مش باين ليك ان الاسنان والضروس وظيفتهم واضحه، المضغ فقط. اي ضغط زياده عن كده او ضغط جانبي عن كده بيأثر عليها سلبيا. فمثلا تلاقي حصل شقوق صغيره جدا في طبقه المينا، ودي كارثه. انت كده بتزود وبتسهل معدل التسوس في الاسنان، بتزود وبتسهل معدل حساسيه الاسنان، ودي حاجه طبعا انت مش تاخد بالك منها وهتحصل للاسف تدريجيا ومع الوقت. هتتسبب كمان مع الوقت الكسر مفاجئ في السن او الضرس اللي انت دايم استخدامه في الحاجه دي، لان زي ما وضحنا السن او الضرس مش مخصص لكده. وبالتاكيد مع الوقت ألم مع الساقع والساخن نتيجة للشقوق اللي حصل في طبقة المينا، ودي اللي بنسميها حساسية الأسنان. لا، وبتلاقي نفسك كده رايح للدكتور تعمل حشوية مكان الجزء اللي اتكسر، وممكن كمان بعد الحشوية دي كراون، طربوش بعد الحشو. فشوف الموضوع كنا فين ووصلنا لأي مرحلة بالظبط. نصيحتي ليك في النقطة دي، أسنانك مش أداة، أسنانك نعمة، حافظ عليها. ما تستخدمش أسنانك كأدوات مطبخية. أسنانك ودروسك للقطم وللمضغ فقط. العادة السلبية التانية اللي احنا بنرتكبها وبتأثر سلبيا على الأسنان أحيانا فوريا وأحيانا على المدى البعيد هي مضغ التلج. كتير مننا بيحب العصير الساقع في الصيف وبيبقى جواه حتة تلج صغيرة كده، بعد ما بيخلص العصير بيبدأ ياكل التلج. مش كل الناس بتعمل كده أنا عارف، لكن في بعض الناس بتعمل الكلام ده، وطبعا بيعملوا ده أكتر في الصيف. خليني أقول لك الحقيقة الطبية اللي في الموضوع ده. التلج من أهم أعداء الأسنان. أولا كده لأنه صلب جدا، very hard، والأسنان أي حاجة صلبة هي عدوة واضحة للأسنان. كمان التلج درجة حرارته منخفضة جدا، فبيعمل حاجة اسمها صدمة حرارية للسن أو الضرس، لأن بيحصل تغير مفاجئ في درجة حرارة الفم، وبالتالي السن أو الضرس اللي جه عليها حتة التلج دي بيتغير درجة حرارتها بطريقة مفاجئة. وده طبعا هيسبب برضه تشققات في طبقة المينا، بمعنى إن احنا زودنا كده معدل التسويس في الأسنان، كمان حساسية في الأسنان، ألم تجاه الساقع والساخن مع الوقت. وبالتأكيد لو انت عملت الأكشن ده، كسرت تلج على حشوية قديمة عندك، بنسبة كبيرة جدا الحشوية دي ممكن تتكسر وتخش في إجراء إعادة حشو من تاني، وده إجراء بياخد وقت ومكلف جدا. طيب أنا بحب التلج وبحب الحاجات الساقعة، وفي ناس كمان بتحبه حتى في الشتاء طبعا وخصوصا في الصيف. مفيش مشكلة، تقدر تشرب العصير وهو ساقع جدا جدا، بس بلاش التلج، نبعد عنه تماما. العادة السلبية اللي بعد كده اللي احنا بنعملها يوميا وبتأثر على الأسنان سلبيا مع الوقت هي شرب الشاي والقهوة بصورة
بصوره متكرره يوميا. بص، الشاي والقهوه حبايبنا كلنا، بس المشكله مش في كوبايه شاي او فنجان قهوه، المشكله في الكميات اللي بنشربها يوميا وفي تكرارها. مبدئيا كده كلنا عارفين الشاي والقهوه بيعملوا تصبغات على الاسنان، ودي اكيد حاجه محدش هيحبها، بل وبصفه عامه بيعملوا اسمرار عام في الاسنان، فتلاقي اسنانك بدات تقف وايت، بدات درجه لونها يقل عن الطبيعي، ودي حاجه اكيد محدش هيحبها خالص. الشاي والقهوه كمان من الحاجات اللي بتعمل جفاف في الفم. جفاف الفم اتكلمنا عليه قبل كده، مشكله كبيره قوي وبيسبب التهابات في اللثه وتسوس في الاسنان. المشكله بتزيد اكتر لو انت شربتهم كتير وطول اليوم، لا وما غسلتش اسنانك دوريا بعد ما شربتهم بالفرشه والمعجون، لا وشربتهم كمان بسكر. احنا كده تعرضنا لكميه سكر في اليوم كبيره جدا، عرضنا الاسنان والجسم كله بصفه عامه للسكر. ازاي؟ احنا عاملين حلقه هنا على القناه عن التسوس، وقلنا فيها مدى تاثير السكر على الاسنان وزياده معدل التسوس في الاسنان. طيب يعني معنى كده نمنع القهوه او الشاي؟ انت في اول الفيديو بتقول لنا فنجان قهوتك ويلا بينا. احنا ما عندناش مشكله في القهوه والشاي، بس نشربهم باعتدال، كوبايه كوبايتين فنجان فنجانين، بعدهم على طول لازم نتمضمض بميه عشان نقلل موضوع التصبغ والاسمرار بتاع الاسنان. وما تعملش انك انت بعدهم على طول تغسل اسنانك بفرشه ومعجون، تنتظر بس نص ساعه كده عشان تاثيرهم على طبقه المينا يكون قل شويه. بعد الشاي او القهوه بنص ساعه تقدر تغسل اسنانك بفرشه ومعجون، ودي هتبقى حاجه جميله جدا جدا وهتنقذك من مدى تاثيرهم السلبي على الاسنان. العاده السلبيه اللي بعد كده اللي احنا بنعملها يوميا وبتاثر على الاسنان سلبيا سيان فورا او سيان مع الوقت هي التدخين. التدخين انا ذكرته في حلقات قبل كده، وكل ما كنت باجي عنده بقول نو كومنت ومش هعلق، انت اتصرف في الموضوع ده، لكن النوبه دي هنتكلم. احنا لازم نكون صريحين شويه في موضوع التدخين ده. بعض الناس تقول لي التدخين مشكلته انه بيصفر الاسنان، يعني لا هو مش بيصفر الاسنان يخليها صفرة يعني، لا هو بيدمر الاسنان واللثه. التدخين بيسبب التهاب لثه مزمن. التدخين من الحاجات اللي بتسبب جفاف في الفم، وبالتالي زياده نشاط للبكتيريا الضاره، وبالتالي التهاب مزمن في اللثه. التدخين بيؤدي لنزيف في اللثه. اللثه لما بيزيد التهابها جدا بتوصل لمرحله انها تبدا تنزل، سواء وانت بتستخدم الفرشه والمعجون، سواء وانت بتقطم حاجه زي الفاكهه، سواء بتجيب دم لوحدها وانت بتتكلم كده. وانصحك ترجع لحلقه عاملينها على القناه معانا هنا عن اللثه ومشاكلها ومدى تاثير التدخين عليها، هتستفاد جدا منه، ويمكن ناخد ثواب من وراك وتبطل موضوع التدخين. التدخين بيسبب تآكل في العظم اللي تحت الضرس او السنه، العظم اللي السنه او الضرس مزروعين جواه، لان نتيجه لالتهاب اللثه يحصل بعد كده التهاب لدواعم السن، بيريدونتايتس، التهاب للانسجه اللي رابطه السنان بالعظم بتاع الفك، ومع الوقت العظم نفسه ده بيلتهب وبيضعف وبيتآكل. التدخين بيسبب رائحه فم مستمره، رائحه فم المدخن معروفه، ودي طبعا مش حاجه لطيفه خالص. وهنا ان مش موضوع ان ريحه الفم عنده مش كويسه او مش حلوه، لا ده معناه ان في التهاب مزمن في اللثه ومشكله كبيره لازم تتحل. التدخين بيخلي اي خطه علاج تجميليه في الاسنان تفشل بكل سهوله ومحكوم عليها بالفشل من قبل بدايتها. التدخين عدو التجميل، عدو الحشوات التجميليه، عدو الفينير، عدو الزراعه حتى. لازم ناخد بالنا كويس جدا من مدى التاثير السلبي للتدخين على الاسنان وصحه الاسنان واللثه. المشكله الاكبر هنا ان المدخن ده ممكن ما يحسش بالم، الالم طبعا اللي بيحركنا كلنا ناحيه العلاج، ناحيه ان احنا نروح لدكتور الاسنان ونبدا نحل المشكله. فالمدخن مع الوقت بيلاقي الموضوع كبر منه وبسرعه الموضوع بيتدهور والحل بيبقى صعب جدا ساعتها. وكالعاده طبعا هحلها لك، انا مش هسيبك كده. مبدئيا كده التدخين ده هنحاول نقلله، يفضل نمنعه، ولكن انصحك لو انت مدخن لازم تنتظم جدا في غسيل الاسنان بالفرشه والمعجون، تستخدم مضمضه يوميا، تستخدم خيط الاسنان، تروح لدكتور الاسنان كل من 3 ل 6 شهور يعمل لك تنظيف جير، كده الموضوع هيبقى شبه كنترول. العاده السلبيه اللي بعد كده اللي احنا بنعملها وبتاثر على الاسنان سلبا سيان فورا او مع الوقت هي بعض الحاجات الصغيره كده اللي احنا بنعملها باسناننا بس احنا مش واخدين مدى تاثيرها على الاسنان. قطعه خيط وتروح قاطعها باسنانك او بدروسك، انت مش متخيل الخيط ده لو حصل له سليبج، لو فلت من ايديك كده دخل على اللثه ممكن يعورها جدا وممكن يقطع الانسجه اللي رابطه ما بين الاسنان والعظم، ودي مشكله كبيره قوي. فما تتعودش على الموضوع ده على طول انك تمسك مسامير باسنانك او دبابيس. انا كان جاي لي حاله والحاله دي كان طبيعه شغلها كده ان يحط مسمار ما بين سنانه كده عشان بيحطوا طول النهار بقى في الموضوع ده، فكان جاي لي المنظر كده عباره عن سنانه الاماميه وفيها زي دايره كده في الوش ما بين الاسنان الاماميه كده، حتى وهو قافل سنانه في دايره كده موجوده مكان المسمار ده، يعني غير شكله خالص بطريقه سلبيه خالص خالص. وبدانا في عمايل ان احنا نعمل له تجميل في اسنانه، خطه علاج خدت وقت وتكاليف ومجهود من الطرفين. كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي بتاثر على الاسنان طبعا. ممكن السنان او الضروس تتكسر بسبب الحاجات الحاده اللي احنا بنمسكها بيها دي، اذا كان دبابيس ان كان مسامير ان كان خيط، احيانا برضو ممكن تؤدي لخلع سن او ضرس، وده حصل وحالات كتير شفناها بالمنظر ده كده. ممكن تؤدي بل وبتؤدي لوجع في مفصل الفك
نتيجه للضغوطات الغير عاديه اللي بيتعرض ليها. افتكر دايما اسنانك مش اداه، اسنانك نعمه حافظ عليها. العاده اللي بعد كده اللي احنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا وبتاثر على الاسنان سلبا سواء فورا او مع الوقت هي الجز على الاسنان. حالات كتير بتجز على اسنانها سواء وهي صاحيه بنسميه كلينشنج او هي نايمه اسمه بروكسيزم. الجز على الاسنان اشهر بيكون بالليل واحنا نايمين. الجز على الاسنان ده بيبقى حاجه لا اراديه احنا مش بنحس بيها بس بيسبب لنا مشاكل كتير، وهقول لك كمان بعد المشاكل حلها ايه. اللي عنده موضوع الجز على الاسنان ده بيقوم من النوم بيلاقي عنده صداع جامد، وده طبعا طبيعي من كتر الضغط بتاع الاسنان على عضلات الوش على مفصل الفك وبالتالي عضلات الراس، وهنا بيحس بصداع جامد. وبكل تاكيد بيحس بالم شديد في الفكين اللي هو مفصل الفك من الناحيتين، طبعا نظرا لتعرضه لضغط شديد جدا جدا من جز الاسنان على بعضها اثناء الصحيان او اثناء النوم. كمان من العلامات اللي بتبقى واضحه قوي هو تاكل الاسنان والضروس. حاله بمجرد ما بنشوفها احنا بعينينا كده الكشف في العياده بنلاقي عنده تاكل، حاجه اسمها ويرنج، تاكل في الاسنان وفي الضروس. المضه بتاعه الضروس بنعرف الحاله دي على طول ان عندها جز على اسنانها، وبنقدر كمان نحدد انهي مرحله من الجز. كتر الجز على الاسنان سواء بالنهار او بالليل بيسبب حساسيه في الاسنان. الاسنان مش مخصصه للتعرض للضغط الشديد ده، فبتبدا تستجيب سلبا، واستجابتها السلبيه دي هي الحساسيه، الم مع الوقت تجاه السوائع او السواخن او احيانا مع بعض الاكلات. اسباب الجز على الاسنان معروفه، ممكن توتر، ممكن ضغط نفسي، ممكن قلق، حاجات كلنا ممكن نتعرض ليها في يومنا العادي الطبيعي جدا او من اشخاص حوالينا، واكيد طبعا هحلها لك مش هسيبك كده. بتجز على اسنانك بالنهار او بالليل فورا على دكتور الاسنان هيحل لك الموضوع. الموضوع مش معقد، الموضوع لو اتساب بعد كده فعلا الموضوع بيبقى سيء جدا جدا وبيبقى الالم متواصل وحتى حله نفسه بيبقى اصعب. الدكتور على طول هياخد لك مقاس لاسنانك ويعمل لك حاجه اسمها نايت جارد، عضه ليليه، عضاده بتستخدمها تحطها على اسنانك لما تيجي تنام، ودي بتقلل مدى تاثير الجز بتاع الاسنان دوت على الفك وعلى الاسنان وعلى عضلات الراس كلها. بتفرق معاك جدا وبتريحك قوي. وطبعا مش محتاج اقول لك تقلل حده التوتر والضغط العصبي والقلق. الحاجات دي انا معاك ان احنا كلنا بنتعرض ليها بصفه يوميه او من اشخاص حوالينا. حاول تهدي شويه من وطئة ده سواء في التعاملات اليوميه بتاعتك او مع الاشخاص اللي حواليك. اعتزل اي حاجه سلبيه او بتاثر عليك سلبيا، اعمل الحاجات الايجابيه وخليك دايما مع الاشخاص الايجابيين اللي زيك. حس بنفسك قبل ما تطلب من حد تاني يحس بيك. وزي ما شفنا مع بعض في الحلقه ديت، مش كل عدو للاسنان يبقى بكتيريا او تسوس اسنان. في عادات يوميه احنا بنعملها، العادات دي بتاثر سلبيا جدا على الاسنان، لازم ناخد بالنا منها ولازم نبطلها فورا او نشوف لها حل على الاقل. ابدا من النهارده راجع تصرفاتك. لو انت من اللي بتعمل العادات دي غير عاده واحده بس وهتشوف الفرق على طول بعد شهور. طبعا محتاج اقول لك ان الموضوع مش بيتحسن في ايام ولا في اسابيع، ممكن في شهور. قد ايه مدى تاثير العادات دي سلبي على الاسنان. وما تنساش لو حابب تحافظ على اسنانك اكتر وتحميها، ما تنساش تتابع حلقاتنا على اسنان اونلاين. روح خد لك لفه في القناه، شوف فيديوهاتنا، هتستفيد جدا. هتعرف ازاي تحافظ على اسنانك واللاسه وتخلي اسنانك دايما في صوره صحيه. لو عجبتك الحلقه وقدرت افيدك ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير، وطبعا تشترك في القناه. شير الحلقه لكل حبايبك واصحابك، خليهم زيك يهتموا بصحه اللاسه والاسنان. شير الحلقه وابعتها لصاحبك اللي بيجز على اسنانه او عنده اي عاده من العادات ديت. وما تنساش طبعا تكتب لنا في الكومنتات اي استفسار عندك بخصوص اللاسه او الاسنان او صحه اللاسه بصفه عامه او الاسنان. وخليك دايما فاكر ابتسامتك عنوانك. كنت معاكم دكتور عمرو ودي قناتنا اسنان اونلاين. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.